كبير يجمع ما بين فريقي نفط ميسان والكهرباء هنا على ملعب الكوت. مباراة يضيفها ملعب الكوت من أجل المواصلة للمطاردة المتصدر فريق نادي الشرطة. اللقاء الذي يجمع اليوم الفريق الأقرب والأوحد الذي يمكنه أن يعادل نقاط نادي الشرطة فريق نفط ميسان، لأنه يملك 11 هدفا في المركز الثالث يقف في ترتيب الدوري، وفريق الكهرباء الذي يقف في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. الكهرباء من مستويات مع القوة الجوية والوقوف في المركز الثالث بدلا من نفط ميسان، أو نفط ميسان الوصول إلى الوصافة بالمساواة مع فريق الشرطة، طبعا بفارق الأهداف يبقى الشرطة متصدرا، لأن الشرطة تفوق على أحد المنافسين المباشرين فريق النفط في الجولة الحالية بهدفين مقابل لا شيء. اليوم نفط ميسان من ضمن الفرق التي لم تخسر مع الكهرباء، أيضا الشرطة، أيضا القوة الجوية، أيضا فريق النفط خسر في الطريق والسكة نحو المقدمة والأمام. إليكم الآن نستعرض تشكيلة الفريقين. فريق النفط ميسان في المرمى يقف كعادته حسن نجم، في خط الدفاع مهند حبيب من اليمين بالرقم 4، محمد سعيد 27 من اليسار، ألكسندر يولي بالرقم 5 في قلب الدفاع مع سواليو كواتارا برقم 24 في وسط الملعب المحترف النيجيري ماثيو أولاتانجي بالرقم 32، أكرم رحيم 31، وفي المقدمة كصانع لعب علي لطيف بالرقم 11، عثمان سني على اليمين بالرقم 35، بالرقم 7 جعفر ناصر على اليسار، والمقدمة لأوكيكي أوفولابي المهاجم النيجيري المميز في موسميه الأخيرين مع فريقي نفط ونوروز. بينما أمامك علي عبد الجبار المدرب الذي يقود الهرم التدريبي لفريق نفط ميسان، 5 مباريات 11 نقطة، 3 انتصارات مع تعادلين، واحد أمام كربلاء والآخر أمام النفط. وهنا أيضا حسن نجم قائد فريق نفط ميسان بعد انتظار طويل، بعد أن كان احتياطيا للعديد من الأسماء، اليوم هو يقف على الخشبات ما بين الخشبات الثلاث، بينما ولي كريم في تجربة جديدة بعد تجربة أكثر من ناجحة مع نوروز. هنا خيارات أمجد رحيم في المرمى، عباس عادل ومحمد بن طرشة، علي خالد، سجاد خليل في خط الدفاع، وسط الملعب مرتضى هديب، أمير حسن وأموري فيصل، بينما في الخط الأمامي منتظر عادل مع مهيمن سليم والبرازيلي روان تيريس. مباراة يقودها حكم الدرجة الأولى السيد أياد مزاحم. كرة تلعب الآن ومحاولة لصالح لاعبي الكهرباء، بينما تناقل كرات وفرصة تلعب لمصلحة لاعبي فريق الكهرباء. مهيمن يعيد كرة إلى الخلف ومحاولات الآن، محمد بن طرشة في الخلف ينقل كرة على الطرف الأيمن، عباس عادل في كرات تلعب الآن ما بين بن طرشة وأيضا اللاعب الذي يقف في منتصف الملعب مرتضى هديب. كرات ومحاولات وكرة عرضية تلعب إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الأخيرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، هذا عباس عادل الذي تقدم في الكرة الأخيرة، وبالتالي الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. محاولة وكرة تلعب إلى الأمام لصالح لاعبي نفط ميسان، بينما هنا كرة تلعب من جانب القائد أكرم رحيم، أو لا، حسن نجم هو القائد في المباراة. تلعب جعفر ناصر مع ماثيو في الخلف، تحضير من جديد للاعبي نفط ميسان. ماثيو في كرة، هنا الملعب الذي يضيف هذه المباراة هو ملعب الكوت، الأرض المفترضة للكهرباء. هنا المحاولة التي تلعب مرة أخرى فيها
قطع ومحمد أو هنا مرتضى ديف فقد الكرة، تلعب إلى جعفر ناصر لاعب مميز على الجهة اليسرى لصالح فريق نفط ميسان. هنا التحركات والمحاولات بينما محمد سعيد ظهير أيسر أكثر من رائع يلعب كرة عرضية إلى خارج أرضية الملعب، لكن الكرة تذهب إلى الخارج من محمد سعيد. كرة بالعرض كروسينج من الجهة اليسرى والكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. سيد علي عبد الجبار ثاني تجارب في دوري المحترفين بعد تجربة مع القاسم على محطتين ولم يوفق فيها علي عبد الجبار مع فريق القاسم، لكن في الموسم الماضي كانت التجربة مع ختام الموسم ناجحة مع نفط ميسان. إدارة نفط ميسان أبقت على علي عبد الجبار وبالتالي يستمر على الهرم التدريبي لفرسان المملكة. هنا الكرة التي تلعب عند مهند حبيب، هذا القادم من البحرين قادم من دوري الدرجة الأولى. هنا مهند حبيب أو من الدوري الممتاز عفوا، كرة تلعب واصل الآن وأكرم رحيم التسديد ومطالبة بلمسة يد، لكن هنا التدخل والكرة إلى الخارج. مطالبات بوجود لمسة يد وأكيد سيكون حديث لأياد مزاحم مع غرفة الفار. هنا سيطلب تأخير التنفيذ حتى يتم التأكد من الحالة، حتى العودة إلى حكم الفيديو عصام فاضل الذي يتواجد في غرفة الفار. بينما هنا محمد سعيد على كرة في تنفيذ رمية جانبية، يعطي الإذن بالتنفيذ حكم المباراة والمحاولة. اللقاء السابع عشر الذي يجمع الفريقين هنا يقام في الكوت، وأول مباراة أقيمت لنفط ميسان في تاريخ انضمامه لدوري المحترفين في 2000 أو للدوري الممتاز آنذاك في 2009 كانت هنا على ملعب الكوت. يومها سجل عدي إسماعيل الهدف الوحيد لهذا الفريق في مرمى ميسان في مباراة انتهت بهدف لكل فريق، عندما كان ملعب الكوت يضيف مباراة نفط ميسان. اليوم يعود إلى ملعب الكوت. هنا لمسة يد على أمير حسن، هذا اللاعب القادم من النجف، لاعب وسط ارتكاز عليه لمسة يد، وهنا في انتظار تسديدة مباشرة. بينما يقف على الكرة لاعبي الكهرباء كي لا ينفذ ألكسندر يولي ولا ينفذ أوكيكي أوفولابي، ثلاثي يقف على الكرة الآن، نيجيريين وآخر عاجي من جمهورية ساحل العرش. هنا أمامك السيد ولي كريم المدرب الذي يقود الكهرباء خلفا الذي استقال لؤي صلاح. أوكيكيو فولابي إذن على التنفيذ، هو الأقرب لتنفيذ الكرة بقدمه اليسرى. هل يسجل في مرمى أمجد رحيم؟ هل يضع الهدف الأول لنفط ميسان ويسير نحو الصدارة فرسان المملكة مبكرا؟ بينما الكل ينتظر، الكل يترقب الآن. ثلاث محترفين يقفون على كرة ثابتة أمام مرمى أمجد رحيم الحارس السابق لنفط ميسان، وحكم المباراة السيد أياد مزاحم يطلب الوقوف في مكان الخط الذي وضع بالرشاش حكم المباراة. وهنا الانتظار، من الأقرب؟ مخرج المباراة يركز على ماثيو، وهنا أنا أركز على أوفولابي. من المسدد؟ أوكيكي يلعب كرة والمحاولة تصد بالجدار البشري الذي يتكون من لاعبي الكهرباء في ظل حماية المرمى أمام الكرة، وبالتالي تعود المحاولة لصالح لاعبي الكهرباء أمامية مع إبعاد من دفاعات نفط ميسان. تدخل ودفع واضح من سواليو كواتارا الواضح أمامكم. هنا المخالفة لمهيمن سليم ملاخ، مهيمن الذي يجدد لموسم جديد مع البرتغال. ذهب لزاخو، لعب للشرطة، لعب لكربلاء، السماوة، النفط، الصناعات الكهربائية. وهنا التدخل الذي كان من الإيفواري سواليو دابيلا كواتارا. في موسم ثاني يتواجد سواليو مع فريق نفط ميسان، اللاعب السابق لأندية الوحدة هنالك في الدوري السعودي، الفريق الذي ينشط الآن في دوري روشن، هو تواجد مع الوحدة عندما كان في دوري يلو. وهنا أمجد رحيم يلعب كرة إلى الأمام في ظل فتح خط الوسط لفريق نفط ميسان، بينما هنا طلعة هجومية رائعة وفي انتظار نقل الكرة، هي جول. ضاعت من منتظر عادل. هذه لا تتكرر كثيرا يا منتظر، هذه رايحة للمرمى يا منتظر، لكن منتظر لم يتقن تصويبة التي كانت بالقدم اليسرى. لاحظ هنا الكرة الرائعة التي لعبت ما بين الشقيقين وعباس ومنتظر، كرة رائعة من الظهير باتجاه الجناح، وصلت إلى الجناح ولكن الجناح لم يحسن الوصول ولم يصل بشكل مبكر، بالتالي ذهبت وضاعت إلى خارج
خارج أرضية الملعب. البداية من الكهرباء، البداية من منتظر عادل كانت، وهنا المحاولة التي ذهبت إلى الخارج كانت من نصيب فريق الكهرباء في ظل كرة طويلة تلعب إلى أمجد رحيم حامي عرين الفرسان في الموسم الماضي. اليوم يواجهون الحارس السابق لفريقهم لاعبي نفط ميسان في مباراة إلى الآن هي فيها حديث طويل، بدأت بكرة من منتظر والآن تستمر الأحاديث في هذه المباراة من أقوى دفاع في الدوري إلى الآن بعد 5 مباريات وهذه السادسة هو فريق نفط ميسان. هنا المحاولة، يستمر اليوم نفط ميسان في التقدم أم إن الكهرباء قادر على الإطاحة بالفريق الميساني أو البرتقالي قد يطيح في كمين فريق نفط ميسان. هنا ممتازة من عباس عادل والكرة فيها مخالفة. هذا عباس الذي ذهب من الحدود إلى القوة الجوية، بعد ذلك مع بداية الموسم أعير إلى الكهرباء. هذا اللاعب عباس عادل. كرة تلعب ومحاولة الآن مرتزا اهديب يلعب كرة إلى الأمام واصلة بالرأس إلى حارس المرمى. هنا مهند حبيب لعب كرة بالرأس إلى الحارس حسن نجم دورينا حتى اللحظة في مركز حراسة المرمى. حسن نجم 5 مباريات 4 مباريات منها بشباك نظيفة في مرمى هدف. وأين كان الهدف؟ في المباراة الأولى أمام القاسم على ملعب النجف الدولي ومن ركلة جزاء، هكذا كان الهدف. هنا المحاولة التي تلعب لصالح فريق الكهرباء، إعادة الكرة للخلف. المغربي محمد بن طرش الوافد مرة أخرى إلى دورينا من بوابة المغرب الفاسي. النادي المغربي كان في الموسم الماضي مع الطلاب، بعد ذلك ذهب إلى المغرب الفاسي. الدوريات في المغرب العربي بدأت قبل أن يبدأ دورينا، ومن ثم انتقل إلى فريق الكهرباء. اياد مزاحم حكم الدرجة الأولى كان قريب من الحالة ويشير إلى وجود مخالفة ومحاولة تلعب الآن لصالح فريق الكهرباء. تحضير في الخطوط الخلفية البرتقالي، الفريق الذي يريد الوصافة مع فريق نفط ميسان الذي عين على مشاركة الشرطة بالصدارة وإعادة القوة الجوية للمركز الثالث من خلال الانتصار على فريق الكهرباء في مباراة اليوم. سيتحقق كل ذلك. هنا الكرة تغادر إلى رمية جانبية. اللقاء 17 ما بين الفريقين لمن ستميل الكفة فيه، لأن اللقاءات السابقة 16 تفوق الكهرباء ب7 ونفط ميسان ب5 و4 تعادلات. وهنا أمامك عباس عادل قائد أول هجوم خطير لفريق الكهرباء على مرمى الحارس حسن نجم. الآن نفذ رمية جانبية لكن كرة قطعت، والمحاولة تلعب على الطرف وتنقل الآن من جانب النيجيري عثمان ثاني أو كان ماثيو على الكرة. هنا لاعبين من ساحل العاج ولاعبين من نيجيريا هما المحترفين الأربعة لفريق نفط ميسان في أرضية الملعب، بينما قائد اليوث أموري فيصل يحاول على كرة يلعبها. هل غادرت؟ لم تغادر، لم تأتي الإشارة من المساعد، لا أتت، وحكم المباراة قال أن الكرة غادرت إلى ضربة مرمى. هذا أموري فيصل لاعب مميز كصانع لعب هجومي يلعب في أرضية الملعب لصالح فريق الكهرباء، اللاعب الذي كانت بداياته في الفئات العمرية لفريق الشرطة، بعد ذلك انتقل إلى الكرخ ومن ثم قبل موسمين من الآن عاد ليتواجد مع الكهرباء عندما كان لؤي صلاح موجود. أعطى الثقة لأموري فيصل اللاعب الذي كان عم الحارس علي مطشر حارس المنتخبات الوطنية والحارس الذي تواجد في المواسم الأخيرة مع الصناعة. في الموسم الماضي كان حارسا للصناعة وسجل في شباك أموري فيصل في مباراة الصناعة والكهرباء. وهذا علي عبد الجبار من الأسماء المميزة في دورينا، مدرب شاب، تجربة جديدة بعد الصناعات والقاسم. يظهر علي عبد الجبار الآن مع نفط ميسان، هو موجود منذ آخر جولات الموسم الماضي وتم التجديد من جانب إدارة نفط ميسان مع هذا المدرب الذي يسير في المسار الصحيح حتى الآن. تميز لهذا المدرب المحلي مع أحمد صلاح في قمة هرم دورينا. هنا محاولة وكرة تلعب علي لطيف، اكتشافات
تذهب من خلالها إدارة نفط ميسان إلى الدوريات الأدنى، دوري الدرجة الأولى، دوري الممتاز، دوري الدرجة الثانية، لا مشكلة، يعني أنهم انتدبوا من نادي تشرين، نادي ينشط في دوري الدرجة الثانية لمحافظة ذي قار. انتدبوا مهاجم علي كوتي هداف دوري الدرجة الثانية، وفي أول مشاركة سجل في مرمى القاسم، بينما كرة تلعب من أكرم رحيم. 9 مواسم لأكرم رحيم مع نفط ميسان، بينما أمير حسن مواهب النجف. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف هو الحال مع هذه المواهب؟ يعني عندك أمير حسن، عندك أحمد علي، أسماء كثيرة شابة ظهرت في نفط الوسط وفي النجف لم تحتضن، ودائما ما تكون اللاعبين من هذه العناصر ومن هذه الأعمار خارج أندية المحافظة أو على المدرجات أو في دكة الاحتياط. تساؤلات دائما ما تطرحها جماهير النجف. هنا محاولة تلعب الآن مرة أخرى، نتمنى أن نشاهد الأسماء المحلية تشارك بشكل كثير، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد العراقي ورابطة الليغا، بأن يتم زج هذه الأسماء الشابة. بالسلامة لعلي لطيف، بينما أموري فيصل يلعب كرة ممتاز، هذا لاعب في التمشيط، يلعب كرة إلى منتظر عادل. منتظر هنا في الخلف، عادل نعمة كان عند عباس ومنتظر في الحدود الموسم الماضي، وفي هذا الموسم الاثنان في الكهرباء، والوالد النجم السابق للمنتخبات الوطنية والمدرب السابق للنفط أو عفوا لفريق الكهرباء عادل نعمة. لا، درب نفط ميسان عادل نعمة، الآن يتواجد مع النفط، وأسماء كبيرة حضرت على الهرم التدريبي للفريق. كرة تلعب، جعفر ناصر اسم مميز في نفط ميسان مع المتألق علي لطيف. علي يحاول، عنده هدفين علي لطيف، يلعب كرة الآن ومحاولة تنقل جعفر ومحمد سعيد قريب. أين جعفر؟ جعفر مهاري، جعفر رائع، يحاول جعفر يحافظ على الكرة بالحل الفردي، أراد المرور لم يتمكن، بعد ذلك مرر الكرة والتمريرة كانت خاطئة من جعفر ناصر. مباراة هادئة حتى اللحظة، تشاهد فيها محاولة للظهير عباس عادل لم يصل إليها منتظر، وهنا الاستلام الرائع في الكرة الأخيرة من جانب اللاعب مرتضى هديب، لكن بعد ذلك كان في دفع والحكم أشار إلى مخالفة. بتقنيات حديثة، بتطور كبير، بملاعب مضافة، مع دخول ملعب نوروز إلى الخدمة الذي تقام عليه الآن مباراة ديالا مع النجف، الأمور تسير على أحسن ما يكون في ظل تطور دورينا، في ظل رفض المنتخبات الوطنية بالمواهب وأيضا المشاركات الخارجية للأندية. هنا محاولة والكرة تلعب مرة أخرى، استلام من مهند حبيب وإبعاد الكرة يأتي من الدفاعات، بينما أكرم رحيم بطريقة رائعة يفتك الكرة من أمام منتظر عادل، وهنا ماثيو النيجيري، والكرة تذهب إلى رمية جانبي. أولوتونجي النيجيري على الكرة الأخيرة التي ذهبت إلى الخارج. ماثيو يستلم، ويا ماثيو أنت لاعب محترف، واليد في توقيت ووضع غير شرعي تماما، بالتالي الحكم يشير إلى مخالفة للظهير سجاد خليل، ظهير الأيسر للكهرباء. دائما المدرب يلعب في ثلاثة في الخلف، يعني علي خالد مع سجاد مع أيضا علي محمد بن طرشة. وهنا لقطة الماضية للأوفسايد في التمريرة الأخيرة. كرة في الخلف، أمجد رحيم يحاول فيها، ينتظر، يلعب كرة، التمرير الحاضر، تناقل الكرات والمطالبات بالأخطاء متكررة. حذاري من الخطأ يا سجاد، بينما خطأ يأتي الآن، وهنا التدخل ومنتظر عادل افتكاك أكثر من رائع. هنا عملية المرور والكرة التي تلعب الآن باتجاه البرازيلي روان تيريس القادم من الدوري البرازيلي، يلعب كرة إلى عباس عادل، عباس يغير في اتجاه اللعب إلى أموري فيصل. أموري أين الكنترول يا أموري؟ أموري مميز في ترويض الكرة، هنا يوقف الكرة، لكن قراءة المدافع كانت جميلة جدا حقيقة من جانب مهند حبيب. أسماء مميز، تشاهد
الأسماء الشابة تتلألأ في أرضية الملعب. حقيقة بالنسبة لعباس هو منتظر، وأموري فيصل، أمير حسن، وحتى تصل إلى جعفر ناصر وعلي لطيف، مهند حبيب، وأيضا الأسماء الرائعة في الفريقين من خلال الاحتراف ومن خلال الأسماء المتواجدة منذ سنين طوال. ننتظر الإبداع، ننتظر الأهداف. فريقين يقدمان كرة قدم رائعة جدا. هنا المحاولة، بينما الحكم أعطى صافرة بوجود لمسة حياة، إشارة بوجود لمسة كرات ومحاولات تصل لصالح فريق نفط بيسان. جعفر يتقدم ويلعب كرة إلى الأمام، لكن التدخل والإبعاد يأتي، وكرة رأسية لم تصل، لا تصل يعني تصل إلى الحارس حسن نجم. تقطع مباشرة من جانب لاعبي الكهرباء، تعود مرة أخرى بالحل الجماعي أفضل يا منتظر أن تمت المحاصرة. هل منتظر قادر على العبور؟ تلعب كرة أموري فيصل، أموري في المواجهات المباشرة لا ينجح مع ماثيو، وكرة تلعب في الخلف. سواليو يلعبها إلى الأمام، تقطع. أين عثمان؟ هل اختفى عثمان؟ سانيه، نبحث عن عثمان الذي يستطيع أن ينتهز هكذا كرات مرتدة. عثمان السريع، عثمان الذي يبحث عن الحلول. عثمان مع سجاد حبيب القريب، ينتظر أن يتقدم سجاد، لا سجاد فضل البقاء في الدور الدفاعي وأن ينتظر هو عثمان، بينما أوفلابي يهيئ كرة والمحاولة عند علي لطيف. علي مهاري ورائع، هذا القادم من الصناعات الكهربائية في الموسم الماضي. علي يتميز الآن، والكرة تلعب، محاولة تلعب مرة أخرى ولكن تبعد وتعود لصالح فرسان المملكة. تغيير في اتجاه اللعب، وكرة في الخلف مع ألكسندر يولي. يولي في كرة يمرر تسديد الكرة بالمباشر، لكن تغادر إلى خارج أرضية الملعب بعد القطع والتدخل من أموري فيصل. هذا أموري فيصل. مهيمن بس سليم ملاخ ينتظر فرصة ليضع كرة في المرمى، وهنا الحكم يعيد سجاد حبيب إلى الخلف قليلا حتى ينفذ الرمية الجانبية. أوفلابي مع عثمان، يعون جيدا لاعبي الكهرباء خطورة وسرعة عثمان. الآن كرة قطعت من أمام سانيه، والمحاولة تلعب مثلثات مع تمريرات، تلعب الآن لصالح الكهرباء، لكن القراءة كانت حاضرة من ماثيو. ماثيو في كرة يلعبها النيجيري إلى جعفر ناصر، يعيدها إلى ماثيو مع محمد سعيد. هنا المباراة الثانية في هذا اليوم قبل مباراة الختام في 5:15، مباراة إربيل ونفط البصرة، وإلى الآن تعادل سلبي في المباراتين. تلعب كرة سانيه إلى سجاد، مر بشكل رائع ويلعب كرة عرضية، ولكن قراءة ممتازة كانت من أمير حسن. دور دفاعي من لاعب الوسط الدفاعي أمير حسن، وعلي عبد الجبار لا زال ينتظر أن يسجل لاعبين، أن يدخلوا في الفورمة. محمد بن طرش المغربي الآن في خطورة على مرمى فريق الكهرباء. بن طرشة يراقب، وعلي واحدة يا لطيف لكي يسجلوا واحدة من أجل أن يتقدموا، بينما مهيمن يتحدث مع المدافع ألكسندر يولي ومع مهيمن سليم ملاخ. كان أياد مزاح حكمي المباراة، بينما الكرة عند علي لطيف يلعبها إلى الأمام، عالية واصلة في منطقة الجزاء، خروج لأمجد، خروج خاطئ ومحاولة تلعب تسدد إلى خارج أرضية الملعب. لحسن الحظ إن المدافع تدخل والكرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب في لقطة بطولية كانت من عباس عادل. حمل مرمى من أن تصل الكرة إليه، وبالتالي بالسلامة لعباس عادل. خروج أمجد رحيم لم يكن حاسما،
هنا الخروج الذي كان من حارس المرمى، عودة سريعة والكرة من أكرم رحيم بوجه اللاعب عباس عادل. لاحظ من هنا لعبت الكرة والمحاولة ذهبت إلى الخارج. ركنية وجعفر ناصر على التنفيذ. لاحظ هنا الكرة فيها مراقبة من كل دفاعات الكهرباء على لاعبين نفط ميسان، بينما كرة عالية، تدخل آخر والكرات الثابتة الآن تعج بالخطورة على مرمى الحارس أمجد رحيم، بينما سواليو كان في الكرة. هنا الرأسية من سواليو، لاحظ الأولى لا كانت من أو كيكي أو فولان، وبعد ذلك تدخل دفاعي حصل وأبعدت الكرة، بينما هنا المحاولة من علي لطيف، يلعب الكرة عالية، علي ممتاز، والرأسية إلى خارج أرضية الملعب. الكل في الدفاع. هذا علي خالد سنين طوال في 2017 حتى من الخطوط وقدم العطاء الرائع. هنا الكرة الثابتة عند علي لطيف، متى تصل إلى رأس أحد اللاعبين يا علي؟ هذه كرة تصل، أمجد رحيم يظهر في اللقطة الأخيرة ويمنع الكرة من دخول الشباك، والكرة العرضية هذه من يمنحها؟ هذه تذهب إلى أحضان حارس المرمى أمجد رحيم الذي ظهر في موقف رائع. برافو أمجد، يتدخل ويحسم الموقف. لاحظون الكرة وصلت إلى المرمى لكن أمجد في الأولى لا، وفي الثانية أبعدت وعادت بعد كرة. لاحظ هنا المحاولة لحسن الحظ إنها لم تكن باتجاه المرمى بقوة ممكنة، وبالتالي لاحظ هنا كرة تهيأت رأسية لعبت بالقدم، بعد ذلك مرت وصلت إلى أمجد رحيم. بالسلامة لمحمد بن طرشة. اللاعب الآن يحاول رفع الضغط عن زملائه عن رفقائه. لماذا؟ لأن الفريق مضغوط ويحتاج إلى الاستقرار أكثر. الآن المدافع يدعي الإصابة، سيعود؟ نعم سيعود وسيكمل المباراة، لكن هو الآن يحاول امتصاص حماس الفريق المنافس ورفع الضغط على اللاعبين. بالتالي هنا وقت حراس المرمى، ولي كريم يتحدث مع اللاعبين، مدرب عنده ثقة بلاعبيه. ولي الذي تعادل مع القوة الجوية مع القاسم، فاز على نوروز، تعادل مع دهوك وفاز على ديالا، ولم يخرج خاسرا في مباريات صعبة، لا في دهوك ولا في بغداد أمام القاسم ولا حتى في ملعبه أمام القوة الجوية. بينما أقول بين هنا إعادة لقطة سابقة لإصابة عباس عادل والسقوط الأول لبن طرشة. هنا محمد بن طرشة سيعود إلى أرضية الملعب. أقوى خط دفاع، هل يفوق شفرة الثاني أقوى خط دفاع أم العكس سيحصل؟ نحن ننتظر الكهرباء القادم من انتصار على ديالا بهدفين مقابل هدف، يواجه نفط ميسان المتعادل سلبيا مع الكهرباء. نفط ميسان سيتوقف، لم يلعب الجولة السابعة. لماذا؟ لأنه عنده مباراة أمام القوة الجوية مؤجل، تأجيل المباريات. وفي الجانب المقابل الكهرباء الفريق الطامح، فريق المجتهد، مشاركة خارجية الموسم الماضي في كأس الاتحاد الآسيوي وخرج من دوري المجموعات. تلعب كرة أوكيكيو فولابي، في كرة تلعب عالية ولكن بن طرشة العرضيات، أتقنوا العرضيات يا لاعبين نفط ميسان، كرتكم كلها على الطرف لكن العرضيات تحتاج إلى إتقان بشكل أكثر.
من الذي يجري الآن، بينما جعفر يأخذ كرة. جعفر بالمهارة يحاول المرور لكن يلعب كرة على الطرف، عرضية من محمد سعيد تصل إلى منطقة الجزاء، وهنا في انتظار التسديد ولم تأتي فرصة التسديد. سقوط وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وأعتقد بأن بن طرشة سيغادر لا يكمل المباراة. بن طرشة يحتاج إلى بديل. إصابة لمحمد بن طرشة الآن، على أثرها سيغادر أرضية الملعب. بالسلامة لمحمد بن طرشة. المباراة متوقفة أيها الأحبة أيها الكرام. هنا علي عبد الجبار صاحب أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو. مباراة 3-3 31 ثانية على ما وعلى ما أتذكر، وعمل مساعدا في بدايته مع سيد أيوب وديش رفقة المدرب السابق للكهرباء أيضا لؤي صلاح. هنا سواليو كواتارا وفي انتظار التغيير. فيكتور سيلفا سيشترك الآن بديلا لبن طرشة. مدافع بمدافع. هنا ايام فيكتور سيلفا يشترك الآن كبديل في هذه اللحظات لمحمد بن طرشة. يغادر المغرب. تلعب الكرة في وسط الملعب، تدخل حاضر ومخالفة حاضرة أيضا على عثمان سالم. تدخل كان من عثمان وبالتالي الحكم أشار إلى مخالفة. هنا الإعادة للقطة التدخل الأخيرة. تلعب إلى الأمام وإبعاد من جانب لاعبي نفط ميسان، بينما المرتدة بسلاح المرتدات عثمان السريع. أعطيها لعثمان يا علي، فكر بعثمان يا علي. نعم هنا المحاولة التي تلعب الآن لصالح عثمان، قد يسدد عثمان، لا يمرر عثمان، يلعب الكرة بشكل جماعي لاعبي نفط ميسان. لا استعجال، هنا التناغم من أجل الوصول. جعفر يا جعفر يا جعفر، كرة جعفر إلى الخارج، تذهب إلى الخارج. إذن الركنية تلعب في منطقة الجزاء، متابعة وإلى الخارج، متابعة وإلى الخارج. هذه الكرة مع غضب من جانب حارس المرمى. كل على أوفولاب، العين على أوكيك. هذه الكرة بعد نصف ساعة لعبت وإلى خارج أرضية الملعب كانت، بينما الحكم أشار إلى ركنية وليس ضربة مرمى. هنا تدخل وإبعاد الكرة من جانب ألكسندر يوري، محترف في الحدود السابق. هذا من صحار العمان، انطلاقته كانت من نفط ميسان. كرة في الخلف، أكرم رحيم، محمد سعيد، ضغط لاعبي الكهرباء، تحفظ حاضر حتى اللحظة، بينما واضحة على فيكتور سيلفا. إيان فيكتور سيلفا تدخل ودفع، وبالتالي الحكم أشار إلى المخالفة. هنا البديل
فيكتور سيلفا كان في التدخل الأخير، بينما كرة تلعب لصالح لاعبين في ميسان. جعفر ناصر، جعفر يلعب كرة قوية. عرضيات جعفر اليوم تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى حسن تنفيذ. الكرة تلعب عثمان الساني، لاعب مهاري، لاعب قادر على المرور. عثمان، بينما التدخل كان رائع من سجاد خليل، والكرة مباشرة اصطدت بعثمان الذي حاول المرور وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذه إعادة للقطة، والكرة التي تذهب إلى الخارج. يلعب يلعب أمجد يلعب. روان تيليس إلى الآن لم يظهر، والمباراة على تعادل سلبي. في الخلف يلعب النار أمجد رحيم، يمرر. يا موري، يا موري، حتى أنت يا موري يا فيصل. الكرة كانت أسرع من حركة اللاعب وبالتالي ضاعت. استعجل فيها موري فيصل، اللاعب كان عنده مساحة لو نظر بالاتجاه المعاكس. تلعب الكرة مرة أخرى لصالح فريق نفط ميسان، لكن تبعد إلى الخارج. رمية جانبية عند محمد سعيد. محمد ثبات على هذا المركز من جانب فريق نفط ميسان باختيار محمد سعيد الموسم الثالث. هنا كرة تلعب عالية ورأسية تصل لصالح لاعبي فريق الكهرباء، من ثم يستعيدها لاعبي فريق نفط ميسان سريعا. لم يتأخروا كثيرا في استعادة للكرة الأخيرة لاعبين نفط ميسان. مشكلة عند الفريقين هي فقدان الكرة بسرعة، لولا كرات عرضية وإلا لا حلول. حتى الآن لا حلول. أكرم رحيم يحاول، أكرم يلعب الكرة، مر علي لطيف، عبر الآن، وصل، قد يمرر جعفر ناصر، واحدة يا جعفر، إلى خارج أرضية الملعب. تمريرة من علي لطيف رائعة، وجعفر الذي فضل التسديد، جعفر الذي فضل التسديد المباشر ضيع الكرة. راحت على جعفر. هنا الكرة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ذهبت إلى الخارج. أصوات جماهير نفط ميسان حاضرة. هنا الكرات التي تلعب مرة أخرى لفريق الكهرباء. موري فيصل 3 مقابل 4 الآن. ذهب منتظر على الطرف، مهيمن ينتظر، مهيمن منتظر، لف ودار، يلعب كرة من البداية، من الخروج الأول لمهيمن. كان من المفترض أن تلعب الكرة يا منتظر. هذه كرة تلعب وتعود الآن. موري فيصل يسدد، الله 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 الله، تسديدة رائعة مع ردة فعل أروع من التسديدة كانت من جانب حسن نجم. موري فيصل نظر إلى حسن وسدد، لكن حسن كان في الانتظار، حسن كان في الموعد. يا موري حارس كبير الآن في ظل التواجد لهذا الحارس مع فريق نفط ميسان، يؤمن المرمى. نعم، ال5 مباريات التي خاضها والثبات 4 بالشباك نظيفة، لم يكن ذلك عبثا، لم يكن ذلك عبثا أبدا للحارس. بينما هنا قائد الليوث موري فيصل بيمناه يسدد، وحسن يتصدى. حارس المرمى والقراءة والتفنن بالتصدي رائعة جدا من أمير، والأروع من حسن نجم. نعم، هنا تسديدة قوية والطيران من حارس المرمى، ردة فعل رائعة لحسن نجم، حارس بارع في اللقطة الماضية. هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب.
بينما المحاولة تلعب من أمجد رحيم. في الدفاعات فيكتور سيلفا، تمرير، كرة وصلت الآن أكرم يختار الجهة التي يتواجد فيها جعفر ناصر، بينما كرة تلعب ممتازة الآن، تتهيأ جعفر، أين العرضية؟ بماذا تفكر يا جعفر؟ جعفر ناصر خارج المنظومة حتى اللحظة. جعفر هو لاعب مميز، بينما كرة إلى منتظر، لكن الأسرع منه، الأسرع كان لاعب مهند حبيب. رمية جانبية في انتظار الوصول، هذا منتظر. انت انظر الى وجوه اللاعبين وكانهم في الدقيقة 70 من الطرفين. هناك كرة تلعب والى خارج ارضية الملعب، تدخل والى الخارج. حسن يعطي تعليمات وكرة ركنية الان، يتقدم امير حسن وأموري فيصل على التنفيذ. هنا التقدم كان حاضر، وكرة عالية تلعب، لفة على مرمى حسن نجم. يتواجد حسن نجم ويلعب الكرة سريعة يا جعفر، هيا يا جعفر، واحدة يا جعفر، تلعب الآن المحاولة، فرصة الهدف قد تكون لأبناء ميسان، حاول فيها عثمان وضاعت على عثمان، ضاعت على عثمان الكرة الأخيرة. وتعود الآن، بدأ الفريقين يظهران بشكل جيد وإيجابي في الخط الأمامي، بدأ الظهور الهجومي للفريقين يحضر في هذه اللحظات. كرة تلعب، مهند في تغطية، وكرة يلعبها باتجاه حسن وإلى الخارج. أبعدها حسن أم من الركنية؟ في الحالتين هي في الخارج، تذهب إلى ركنية. خرج حسن نجم وولي كريم يعطي التعليمات ولي. وبينما الكرة الآن تلعب لصالح أموري فيصل في هذه اللحظات من الركنية مع روان تيليس، لكن ضاعت الآن فكرة روان وأمير فيصل. محاولة، لا، أخطأ أمير في المرور، قطعها لاعب مهند حبيب وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية. علي عبد الجبار في حالة قلقة الآن، بدأ الضغط على فريقه، وعلي يجب عليه أن يصح. يعني بالمناسبة فريق نفط ميسان تعادل أمام النفط في ملعبه، والنفط كان منقوص العدد ولم يستغل الموقف ويتصدر، وتعادل أمام كربلاء ولم يستغل تعادل الشرطة ويتصدر. اليوم بات عليه هو أن يحقق الانتصار ليلحق بالشرطة، يعني ألا تنتهز الفرص، عليك بتحمل العواقب إن خسرت. هنا المحاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، جماهير ميسانية حاضرة. في كرة تلعب من أموري وتصل على الطرف لصالح لاعبي فريق الكهرباء. عباس عادل، كرة تصل مرة أخرى ومحاولة تنقل لصالح لاعبي الكهرباء، لكن فقدان الكرة. متابعة لاعبي نفط ميسان، وتعود الكرة لصالح علي لطيف. علي ينتظر تسديدة، علي يدخل، علي يتوغل الآن ويصل علي، وسجاد خليل يتابع الكرة التي تغادر إلى خارج أرضية الملعب، بينما هنالك لمسة يد على مهند. أتى اياد مزاحم وأشار بوجود لمسة اليد. مباراة متعادلة حتى اللحظة. هنا مهيمن، لمسة يد في ظل وجود الفار. المدرب ولي كريم بدأ بمحترف، والآن هو لديه محترفين روان
ومن طرشه والآن لديه محترفين. هنا المحاولة مرة أخرى. جعفر ناصر، جعفر إلى محمد سعيد، يحاول فيها، يلعبها عالية محمد سعيد. لمن؟ لا لأحد، منتظر ينتظر أموري فيصل، والضغط وتغطية من ألكسندر يود يعني كانت ناجحة. هنا مهند حبيب، بالصدر أوفولابي، بينما كرة تلعب الآن إلى جعفر ناصر. جعفر استلم، يحاول المرور. جعفر أخذ عباس على الطرف، يلعب كرة إلى أمجد رحيم، يلعب كرة إلى أمجد رحيم. هنا المحاولة التي وصلت إلى أحضان أمجد رحيم. أمجد يلعب الكرة، والمحاولة مرة أخرى تبعد من جانب لاعبي فريق نفط ميسان. في هذه اللحظات تدخل على الكرة، واضح أمامكم لاعب محمد سعيد. في انتظار تنفيذ رمية جانبية. تلعب المحاولة، نفط ميسان لا تكتمل الكرات. هنا التمرير والوصول. روان يأخذ مخالفة، نعم روان يأخذ مخالفة. هنا التدخل كان في اللقطة الماضية، بينما تناقل الكرات. تدخل المخالفة، ضربة حرة مباشرة الآن لأموري فيصل. أقل من نصف دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. لاحظ هنا ماثيو، مخالفة لصالح أموري فيصل. كرة تقطع وعادت مرة أخرى لصالح لاعبي فريق نفط ميسان إلى جعفر ناصر. هذه وصلت في مكان ينتظر جعفر. جعفر إلى علي لطيف. علي يسدد. مطالبات بلمسة يد. نعم مرة أخرى تأتي مطالبات لاعبي نفط ميسان. هل في شك على أن لمسة اليد موجودة؟ نعم. ينتظر حكم المباراة بعد الحديث. وهذه الكرة التي تصل إلى أمجد رحيم. هنا المحاولة مرة أخرى. تلعب وتعود إلى الأمام، واصلة لصالح لاعبي الكهرباء، لكن قطعت من جانب لاعبي نفط ميسان. مهيمن يضغط، 3 دقائق وقت مضاف أشار إليهم حكم المباراة. وهنا يولي يلعبها إلى الأمام، وعملية القطع حاضرة وموجودة. في تدخل وفي كرة تقريبا تذهب إلى الخارج. الآن الحكم يتأكد المخرج يعيد اللقطة. لا الأمر طبيعي. في لمسة، لكن التقدير لحكم لمست. نعم لمست، لكن التقدير يبقى لحكم المباراة. إذن يطلب
التنفيذ بعد التأكد من الحالة. يطلب التنفيذ وإياد مزاح سيتحدث مع من؟ بطاقة صفراء لأحد الإداريين في الفريق. هنا بكرة رياضية يستقبل، هكذا هي كرة القدم. نعم، يستقبل الأمر بطبيعة حال، يعني كان برحابة صدر قد استقبل الأمور. هنا الكرة تلعب، أوفولابي أوكيكي وصلت إلى علي، وعلي سدد والكرة ذهبت، أتى كما يستهي وكما يريد، ولكن الكرة كانت إلى الخارج. علي لطيف لا يضيع هذه الكرة، لكن ضيع سوء الطالع يلازم فريق نفط ميسان. لاحظ هنا أوكيكي، والرأسية كانت من جانب فيكتور، سددت أو كان سجاد خليل، سددت من علي. كم أنت محظوظ يا أمجد يا رحمة، هذه رايحة للمرمى لا تصد ولا ترد، لكن في نهاية المطاف قررت أن تغير اتجاه. كرة عند أكرم يحاول فيها محاصرة من جانب لاعبي فريق الكهرباء للاعبي نفط ميسان بالكرات الطويلة. عثمان أوفولابي ينتظر، منتظر. هنا قطع الكرة من مهند حبيب، يبحثون عن جعفر ناصر ولا جعفر موجود في الكرة الماضية. هنا أموري يستلم، لاعب مهاري عدوا مرة، أموري يحاول، أموري يلعب الكرة إلى مهيمن، لكن هنا قطعت. هنا محاولة أخرى، وأعتقد بأن الصافرة ستأتي أيها الأحبة أيها المتابعون. أياد مزاحم ينهي الشوط الأول بتعادل سلبي من دون أهداف بين النفط ميسان والكهرباء. استراحة قصيرة ونعود وإياكم إن شاء الله مع بداية الشوط المباراة الثانية. فالنتين ستار حاول يسدد ويردها، ومرة أخرى وجول أحمد صبري. ويبدو هناك، لا يبدو هناك راية من عادة من الحارس. شوف مع التسديد ونشوفه بالإعادة، وراية وصفارة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي الحدود. شوف القرار، جول 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 جول. هذا هو هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك النجف ونفط البصرة من ركلة جزاء، وسجل هدفه الأول في مباراة اليوم بالدقيقة تقريبا 6 أو 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع. لكن الكرة عدت هنا لتعود بنقلة مرة أخرى. محمد مصري يحاول العبور، لا مرت ممكن، جول 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 جول. محمد مصر يفتتح التسجيل. نعم، أول أهداف المباراة لنادي القرمة في الدقيقة الخامسة. محمد مصر يستغل خطأ الحارس وغلطة الشاطر بلف عندما تكون عند اللاعب محمد مصر، فهي بهدف، هي بهدف لنادي القرمة. يستغل تقدم الحارس وخطأ من الحارس حسام مهدي، أخطأ بهذه الكرة، ومحمد مصر وضعها في شباك ليعلن عن الهدف الأول لنادي القرمة. الفريق الضيف يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول لنادي القرمة عن طريق اللاعب محمد مصر، يسجل أول أهداف المباراة. هدف أول لنادي القرمة. نعم، أول أهداف المباراة للاعب محمد مصر بالدقيقة الخامسة. علي حصني يحاول المرور من علي حصني بتمريرة من علي خاطئة، والإبعاد يأتي هنا. توحي يحاول محمد عدنان، مرر هذه الكرة لعلي حصني، مرت ممكن الثاني، جول. لا هناك الراية، هناك الراية والتمركز السليم من المساعد حامد علي.
ناديتش الكلواتي. نعم، هدف يحتسب لنادي القرمة وثاني أهداف المباراة. القرمة بهدفين بعد التأكد من الحالة، لن يعود ويتأكد ويعتمد هي بشرعية الهدف الثاني لنادي القرمة عن طريق اللاعب جون أوكلي، يسجل ثاني أهداف المباراة. وكنا نظن بهذا التقدم وكان متسللا، لكن بهذه الحالة نعم يأتي من الخلف ويسجل، وشرعية الهدف الثاني لا وجود. نعم هنا خط الأوف سايد والنو أوف بتدقيق وتركيز من المساعد لحكم الفار. يظهر لنا في الصورة نو أوف والأوف سايد في اللقطة الماضية، والهدف شرعي لنادي القرمة ليحتسب ثاني أهداف المباراة. هذه كرة من محمد مصر تأتي بنقلة، عادت لشهاب عبد الرزاق، من شهاب رزاق عفوا شهاب لعلي حصني، مرر هذه كرة من شهاب هناك لعلي حصني، مرت دوحي 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 دوحي، جول محمد عدنان، حطها بالمرمى الفنان محمد عدنان، يسجل ثالث أهداف المباراة لنادي القرمة من محمد عدنان. دوحي الفنان يسجل الهدف الثالث في المباراة لنادي القرمة. الضيف يقسو على صاحب الأرض بثلاثية في مجريات الشوط الأول، لكن هذه المرة من محمد عدنان ليكون النجم الفنان الذي وقع على الشباك بهدف ثالث من محمد عدنان وثالث أهداف المباراة. شاهد هنا التمريرة من علي حصني ومر وانتظر الجميع، وكانت دفاعات البصرة تظن بأنها تسلل، أرادوا ولكن هو يكسر حاجز التسلل ويسجل هدف ويتسلل لشباك الحارس حسام مهدي ويضيف ثالث أهداف المباراة. ولكن هناك الإبعاد لا، فعدت هناك بتمرير محمد مصر ونقله مرت هناك من جديد، محاولة عبور جون أوكلي، جون 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 جول جون أوكلي يسجل الهدف الرابع بالمباراة. رباعية 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 بأربعة أهداف لنادي القرمة. القرمة يسجلون الهدف الرابع وعن طريق اللاعب جون أوكلي، والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب بمباراة اليوم. شاهد التمريرة، روعة 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 من دوحي، وصلت لمحمد مصر وجون أوكلي وضعها في الزاوية اليسرى للحارس ويسجل رابع أهداف المباراة والثاني الشخصي لجون أوكلي. 4 أهداف للقرمة، لا شيء للبصرة. 4 للقرمة، لا شيء لنفط البصرة ب4 أهداف. نعم جون أوكلي. نشاهد حضرتي ملعوب هذه الكرة وبالرأس الارتقاء، لينهي الأمور فرانك البديل، فرانك سيدريك الكاميروني ينهي آمال البصرة في الوقت القاتل. فرانك سيدريك يضرب بالخماسية 5 أهداف باللحظات وبالدقائق القاتلة. أي يوم قاسي على نفط البصرة، وراسي ارتقاء جميل وضعها في قلب المرمى. فرانك سيدريك يسجل الهدف الخامس. الله الله الله، هذا الهيد وهذا الصعود وهذا الارتقاء الجميل من البديل الأسمراني الجميل. فرانك سيدريك يسجل الهدف الخامس. جول الحارث حاتم بخطأ من دفاعات الشرطة يفتتح التسجيل لنادي القاسم. الحارث حاتم يسجل لنادي القاسم على فريق الشرطة. هدف أول لنادي القاسم عن طريق الحارث حاتم
في هدف جيد. لاحظ الخطأ من فيصل، انطلق وباليسار وفي مرمى الشرطة. الحارث حاتم يفتتح التسجيل لنادي القاسم بعكس مجريات المباراة. منتجين نادي القاسم والإنتاج يتكلم عنه الهجمة اللي استثمروها عن طريق المميز الرائع الحارث حاتم طبعا في مرمى الشرطة. كرة اللعب ركنية للشرطة عالية وجول. هدف 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 للشرطة، هدف للشرطة. القيثارة تعدل عن طريق ميمي. مهند علي البديل الناجح برأسية ممتازة. لاحظ 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 ميمي وهدف. اعتقد ايضا هناك لاعب ترك المباراة. حاول يلعب الكرة ثاني 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 للقيثارة عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس بهدف الثاني. ثاني الأهداف للشرطة عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس برأسية بشباك نادي القاسم. القيثارة وجمهوره اسيست رائع كان من حسين علي. لاحظ الانطلاقة كانت من المواس. حسين علي بهذه اللقطة ويسأل عليها ليث معا. رأسية ذكية. ثاني أهداف لوكاس سانتوس هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى القرمة. يسجل الآن بشباك نادي القاسم. ثاني الأهداف للشرطة. أوديني من هناك النيجيري بساحة لعب الشرطة. الثواني الأخيرة عالية الحارث وجول. هدف 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 للقاسم بهدف حاسم يا الحكيم. القاسم يعدل برأسية لكن بانتظار الفار. الحارث حاتم ثاني هدف في مرمى الشرطة. هذا القصير، هذا البكير. الله الله الله. هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لاحظ الحارث الله برأسية جميلة. حاتم بهدف حاسم للقاسم، بهدف حاسم لنادي القاسم. هاي مباراة تاريخية لهذا اللاعب كلاعب بديل. مشاهدة يشكل نقطة تحول ممتازة خطيرة. أوه 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 لنوروز. هدف لنوروز. شوف استلام. الله 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 الله. يا جمالك يا جمالك يا جمالك. أنترزجوي سدد الكرة. فهد طالب أبعد الكرة وتابعها صح وحطها صح في قلب المروة. وبالتالي مروان حسين يتقدم بالهدف الأول. ما يحتفل. الكرة يلف ويدور اللاعب انور ترخات ومرت الان بهذه الكرة من حميد يحاول. رشيد يحاول. ممكن الان جول. السفانة يسجلون عن طريق اللاعب أندريه الصناطي. يسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء لصاحب الأرض من اللاعب أندريه. الآن الصناطي يسجل أول أهداف المباراة.
يسجل أول أهداف في المباراة. هذا اللاعب اللي سجل في شباك الكرة، شاهد التمريرة وشاهد الصناطي متواجد هنا. تمريرة حميد رشيد، حميد حاول تلاعب بدفاعات الزوراء وخادعت الجميع، وهو كان ينتظر ويقف خلف المدافعين. وهنا أندري الصناطي يسجل أول أهداف المباراة. هدف أول لنادي الميناء من الصناطي، أول أهداف اللقاء. هدف تصل إلى الدقيقة 75، ربع ساعة متبقية عن النهاية. على عباس، على يتقدم على عباس ويسجل للقوة الجوية. جول للسقوط. على عباس يسجل للقوة الجوية أول أهداف المباراة. أول أهداف المباراة في مرمى الكرك من ركلة جزاء. من ركلة جزاء القوة الجوية يسجل عن طريق على عباس القادم من الزوراء للقوة الجوية، يسجل أول أهداف المباراة. هدف للقوة الجوية في مرمى الكرخ. هدف للقوة الجوية في مرمى الكرخ. لاحظ الإعادة وذهب باتجاه الكرة حسين حسن، كان قريب جدا حسين حسن من الانقاذ. ركلة جزاء القوة الجوية من علاء عباس، لكن لامست حسين حسن ومرت إلى الشباك ليسجل علاء عباس أول أهداف المباراة. ثاني أهدافه بعدما سجل على نفط البصرة، يسجل الآن في مرمى الكرخ. مصعب اللي قدم شوط أول ممتاز. مصعب جمال ممكن يعدل الآن الكرخ، ممكن يعدل مرمى مصعب وهدف تعادل. جول للكرخ، يتوج مجهوداته مصعب جمال بهدف جميل. أي جمال من مصعب جمال، أي جمال من مصعب جمال، يدرك التعادل لنادي الكرخ بهدف جميل، مرور جميل وهدف جميل عن طريق الجميل مصعب جمال. أي دلال أي جمال من مصعب جمال بهدف رائع في مرمى الصقور، في مرمى القوة الجوية. يعدل النتيجة مصعب جمال للكرخ. هدف تعادل الآن. الكناري يعدل في مرمى الصقور. لاحظ مر بهذه الطريقة الجميلة وسجل في الزاوية اللي يتواجد فيها حارس المرمى محمد رحيم. الله على مصعب جمال، لاعب مهاري، لاعب ممتاز، لاعب ممتع، لاعب مقنع. وهذا مصعب جمال يسدد بقوة للأندية الخسارة، ولكن واقع كرة القدم يفرض علينا بأنه كرة القدم فيها فوز وخسارة وتعادل، ولكن الكلمة تكون لمن يستغل الفرص. هنا كرة عن طريق تيلس خطيرة، جول! هدف للكهرباء الآن، هدف عن طريق مرتضى هديب يسجل لمصلحة الكهرباء. لاعب خط الوسط في الدقيقة 30 يستطيع أن يسجل ويسجل أول أهداف المباراة بالنسبة لفريق الكهرباء. الكهرباء يتقدم ويسجل عن طريق مرتضى هديب. هذا مرتضى هديب، ولكن كل العمل بالنسبة للاعب البرازيلي روان تيليس بمرور ممتاز، هي الكرة العرضية ولاعب غير مراقب، وبالتالي لم تكن تغطية دفاعية محكمة من قبل مدافعي فريق ديالا في اللقطة الماضية، وبعد ذلك تأتي الرأسية بأريحية تامة وبدون مضايقة من المدافعين، حط راسه فيها وسجل مرتضى هديب أول أهداف في المباراة ليتقدم فريق الكهرباء بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 30. هدف مقابل لا شيء في الدقيقة 30 كبيرة، ولكن التوجيه الآن لجمهور ديالا. هنا كرة خطيرة، مشكور كريم بهدف عكسي في مرماه، يأتي الآن وبالتالي هدف ثاني لمصلحة الكهرباء. جول ثاني بنيران صديقة، هذه المرة يعمق الجراح بالنسبة لفريق ديالا، ومشكور كريم لم يكن قاصدا بالنسبة للكرة الماضية، حاول الإبعاد وخروج لحارس المرمى، ولم يكن هنالك تناسق واتفاق ما بين حارس المرمى والمدافع مشكور كريم لتكون الكرة بهذا الحال
بهكذا طريقة إلى داخل الشباك بهدف عكسي بنيران صديقة، يضع الكرة داخل المرمى ليتقدم فريق الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء الآن. بهدفين مقابل لا شيء الآن. عبد الرحمن على التنفيذ، كرة تنفذ للأمام عالية خطيرة، جول جول لديالا. ديالا يقلص الفارق عن طريق أحمد تركي. أحمد تركي يسجل الآن ويقلص الفارق، أحد البدلاء، البديل الناجح في الدقيقة 69 يأتي برأسية ويسجل هدف جميل بضربة رأسية. شوف الإعادة، الله 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 الله، بكرة من عمر عبد الرحمن على راس البديل الناجح أحمد تركي ليسجل ويقلص الفارق بالنسبة لفريق ديالا في الدقيقة 69. هدف جميل. قدم جول، هدف أول بالدقيقة 35 لمصلحة نادي زاخو. بالدقيقة 35 أمجد عطوان يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء، سجلها من ركلة جزاء بالدقيقة 35 من عمر اللقاء. وأرجع وأقول هذا هو الهدف رقم 1 بعد 100 من ركلة جزاء، وركلة الجزاء الثالثة. بن طرش الذي غادر وعوضه البرازيلي فيكتور سيلفا، فيبقى في المرمى أمجد رحيم بالنسبة للكهرباء، عباس عادل وفيكتور سيلفا، وكذلك لاعب علي خالد وسجاد خليل. في وسط الملعب مرتضى هديب وأمير حسن وأموري فيصل وروان تيليس مع مهيمن سليم ومنتظر عادل في الأمام. مخالفة ضربة حرة مباشرة، هكذا أشار حكم المباراة. هذا لاعب شاب مميز أمير حسن كان عليه المخالفة في اللقطة الأخيرة، بينما في الجانب المقابل حسن نجم في المرمى، مهند حبيب من اليمين، من اليسار محمد سعيد، قلبي الدفاع سوالي كواتارا والكسندر يولي، ماثيو أولاتنجي مع أكرم رحيم وعلي لطيف في الوسط، والمقدمة لعثمان ساني، جعفر ناصر وأوكيكي أوفولاد. اهدأ يا مهند وأموري فيصل. لاحظ هنا السواليو مخالفة على أموري بعد هذا الشد من القميص من الخلف والسحب لسواليو بعد السقوط. الحكم أشار بأمر طبيعي إلى مخالفة. تلعب الآن بالأمس أقيمت مباراة القوة الجوية وزاخو في هذا الملعب، وانتهت بهدف القوة الجوية من خلال كرة ثابتة من ركلة جزاء. نشاهد ركلات الجزاء أيضا اليوم لتهتز الشباك، بينما محمد سعيد يلعب كرة واستلام مع إبعاد، وعباس عادل يسدد الكرة تصطاد بمحمد سعيد وتغادر إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، جعفر ناصر واضح أمامكم، جناح أيسر يلعب لصالح فريق نفط ميسان، وبينما ثبات دفاعي عن طريق الواضح في اللقطة الماضية علي خالد يبقى لصالح فريق الكهرباء. هذا العنصر المميز علي خالد. نشاهد تغييرات هجومية. تغير واقع الحال في أرضية الملعب، بينما هذه الكرة التي تلعب محاولة واستلام إلى الخارج، أبعدت من أمير حسن والتدخل كان حاضر، بعد ذلك من لاعبين نفط ميسان أبعدوها إلى الخارج. هذا عباس عادل، شقيقين في أرضية الملعب عباس ومنتظر، وهذا مرتضى هديب.
مرتضى هديب سبق وأن مثل نفط ميسان، مثل النجف، مثل نوروس، واليوم يتواجد مع فريق الكهرباء مع مخالفة على مهيمن. يعني أنا لم أشاهد في الشوط الأول لا روان ولا مهيمن في خطورة على المرمى، ولو أنه ما في كرات. يعني كل اللي كان موجود هو تسديدة لأموري فيصل، وتسديدة أخرى كانت للاعب علي لطيف من كل فريق، واحدة صدها الحارس والأخرى ردها أو ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. بينما المحاولة تلعب لصالح فريق الكهرباء عالية، تدخل وإبعاد من جانب لاعبي نفط ميسان، عادت لدفاعات الكهرباء وعلي خالد يلعب الكرة في محاولة أخرى الآن تعود. أموري فيصل تقدم يا روان، فأموري يبحث عن المنفذ، هذا مهيمن. أموري تباطأ ولعب الكرة هنا من جانب عباس، بينما أوكيكي أوفولابي يتقدم، فيكتور سيلفا يضغط، وأوكيكي أوفولابي يلعب كرة إلى علي لطيف. علي هنا افتكت من خلال اللاعب مرتضى هديب الكرة، وأموري فيصل يلعب كرة متقنة الآن إلى الأمام، يحاول كسر الدفاعات الميسانية، وبينما رأسية مهند حبيب هذا اللاعب الذي يلعب على الجهة اليمنى ذهبت إلى أحضان حارس المرمى حسن نجم. وهذه كرة تلعب الآن لصالح سواليو كواتارا، يلعبها في الخلف أكرم رحيم، ماثيو أولا تانجي، في كرة تلعب الآن وتصل لصالح فريق نفط ميسان. ماثيو أولا تونجي في كرة، جعفر لمن يا جعفر؟ هي لماثيو، لكن القراءة كانت واضحة صريحة من أمير حسن. وأموري فيصل يستعرض يتلاعب مخالفة على ماثيو في الكرة الماضية. هذا أمير الذي يسقط في المحاولة الأخيرة، لاحظ هذا أمير فيصل، والتدخل الحاضر مع العبور والسقوط، والكرة فيها مخالفة. خمس أخطاء على الكهرباء مقابل 4 على نفط ميسان، 5 للكهرباء مقابل 4 لنفط ميسان، و5 على نفط ميسان. هنا مخالفة، ضربة حرة مباشرة، عادت الكرة للكهرباء. بدأ الفريق الأبيض ينتقل إلى المناطق الأمامية لنفط ميسان. تلعب الكرة عباس، وعلي عبد الجبار هنا يترقب هل في تغييرات من السيد علي عبد الجبار. تعود الكرة مرة أخرى في تدخل وفيها حضور. هنا الإبعاد يأتي من جانب لاعبي الكهرباء، بينما كرة عند يولي ماثيو إلى عثمان. بدأ يتحرر فريق نفط ميسان، بدأ يذهب بكثافة عددية، لكن لو تركوا الحلول هذه الفردية التي يبحثون عنها واتجهوا نحو حل جماعي أفضل. هنا مخالفة على مهند وبطاقة صفراء. أموري فيصل غاضب، وأكرم رحيم ينال الإنذار. هنا الإنذار لاحظ تدخل من أكرم على قدم أموري فيصل. وكرة تلعب إلى مهيمن الذي يسدد وإلى خارج أرضية الملعب، ركنية بعد التدخل من سواليو في الكرة الأخيرة.
الركنية على يسار الحارس حسن نجم اللي يتمكن من التسجيل وتحريك الشبك لحسن نجم لاعبي الكهرباء في هذه اللحظات، بينما سجاد خليل يلعبها عالية في منطقة الجزاء والتدخل ممتاز من المدافع. إبعاد يأتي، وهنا المحاولة منتظر عادل يضغط على علي لطيف، علي ومنتظر، والكرة لعبت الآن، لعبت لصالح لاعبي فريق نفط ميسان، وصلت والمحاولة تلعب الآن، فرصة لعلي، علي 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 يسدد علي وإلى أحضان أمجد رحيل. النهايات التي لا بد أن تحضر حتى يسجل أي من الفريقين. وهنا المرور ممتازة من روان تيليس، ظهر البرازيلي بلمحة برازيلية، بينما تدخل من ماثيو إلى تونجي في الكرة الماضية، وبطاقة صفراء على ماثيو. هنا تدخل حاضر، والكرة الثابتة التي يتركها أموري فيصل. يتركها لعلي خالد، تغييرات الآن في هذه اللحظات. محمد سلام سيشترك وسيغادر أحد لاعبي وسط الملعب. علي خالد بالتسديد المباشر يسدد، الله، كرة مرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، بينما علي خالد هنا سدد كرة ومباشرة على المرمى ذهبت إلى الخارج. لاحظ التسديدة من علي، لفت وذهبت إلى المرمى، لكن النوايا تغيرت في آخر لحظة، ونفس المرمى الذي مرت عليه كرة علي لطيف تمر عليه الآن كرة اللاعب علي خالد، وأكرم رحيم يغادر ويقحم محمد سلام. تغيير بتفكير رائع من المدرب، لأنه في هذه الحالة يجب أن يخرج أحد لاعبي الارتكاز. كل لاعب لديه بطاقة صفراء، وهذا المكان حساس، فيه مرتدات، فيه تدخلات قوية، وعليه أن يخرج أحد اللاعبين. الآن محمد سلام يشارك أمام فريق السابق، والكرة تلعب لصالح الكهرباء. عملية المرور، وأمير حسن ضيعها، وعاد الكرة مخالفة على أمير حسن. تلعب كرة الآن لنفط ميسان في الوسط، محاولة حوار ينقل الآن على الجهة اليمنى. الحوار حاضر، والكرة مرة أخرى عند ماثيو. محمد سلام يستلم، يلعب الكرة عند مهند حبيب، والكرة التي تصل الآن لصالح لاعبي فريق نفط ميسان. المباراة الثانية على التوالي في هذا الملعب، ونفط ميسان لم يسجل، يعني لا على كربلاء ولا على الكهرباء. هذه الأمور الآن ربما تتغير. جعفر ناصر، جعفر راح على الجهة اليسرى، جعفر يحاول، فرديات جعفر كثيرة في مباراة اليوم، بينما هنا قطع للكرة، إبعاد يأتي مباشرة من لاعبي الكهرباء. أوفولابي، إعادة الكرة من أوكيكي، أوفولابي. كل فريق يملك لقب هداف الدوري، يعني الكهرباء مرتين، مرة مصطفى كريم ومرة أسعد عبد النبي، بينما فريق نفط ميسان اللقب الأشهر 17-18 عند وسام سعدون، ذلك الموسم المميز الذي قدم الفريق مع
الراحل أحمد دحام. هنا جعفر، والتدخل كان من عباس عادل. إعادة الكرة في الخلف مرة أخرى، وتصل المحاولة على اليمين. عثمان ساني يلعب كرة إلى أوفولابي، هي كرة جول، كرة جول. أوه. أمجد رحيم والكرة في أحضانه والراية على أوكيكي أوفولابي، لكن الكرة ذهبت إلى أحضان حارس المرمى، لم يتمكن من الوصول له. أنا أشك في الراية. هل في إعادة؟ أعتقد اللاعب كان في موقف سليم. مع ذلك الكرة وصلت إلى أحضان أمجد رحيم. يهيئ البدلاء سيد ولي كريم في هذه اللحظات. كرة إلى الخارج مرة أخرى، تلعب ويتابع الحالات تموري فيصل. لاحظ، لا ما في أوفسايد أبدا أبدا، لم يكن هناك أوفسايد، ولو أتى هدف لا احتسب، لو أتى الهدف لا احتسب. محاولة وكرة تلعب الآن لأموري فيصل، يحاول فيها أموري في الخلف مع اللاعب منتظر عادل، بينما هذه كرة تلعب الآن وتصل. محمد سلام يمر إلى جعفر ناصر، والمباراة في وادي وجعفر يوم في وادي آخر. لاعب مميز، لكن أحيانا نجوم كبار لا يكونون في يومهم، وهذا أمر طبيعي جدا مع لاعب كرة القدم. بينما الكرة التي تلعب وتعود لصالح نفط ميسان. عثمان، بمن يفكر عثمان؟ عاد كل اللاعبين. أموري فيصل تعب من الضغط، أموري فيصل واضح. وهنا الكرات تلعب والمحاولات في دكة الاحتياط. الآن بدأت تتحرك في الكهرباء. تلعب الكرة وتعود للكهرباء. روان تليس، روان والصافرة تأتي الآن، تأتي الصافرة على روان تليس، أو لروان على محمد ساي. خضر علي مع كريستيان دومتي، يغادر روان، ومن المغادر الآخر؟ من المغادر الثاني أمير حسن، يغادر في هذه اللحظات. تعطى أدوار هجومية لخضر علي، أم ماذا؟ ربما سيكون عباس كجناح في هذه اللحظات. نعم، دفع بعباس عادل، دومتي موجود، وهنا أموري فيصل يلعب الكرة إلى عباس.
وإبعاد من المدافع محمد سعيد إلى الخارج. إلى الخارج. 3 تغييرات أجراها ولي كريم مقابل تغيير علي عبد الجبار. هنا استلام وفرصة الكهرباء الآن وجعفر ناصر إلى علي لطيف. علي في الجهة المقابلة عثمان يفقدها عثمان. منتظر مع كريستيان دومتي الذي يفقد كرة يكسبها ماثيو وتصل إلى جعفر ناصر. واحدة يا جعفر لنرى فيها جعفر ناصر الذي نعرفه. علي لطيف. علي دائما ما يطلب الكرات. علي لطيف في هكذا أماكن وأوفولابي يحصل على مخالفة على خط 18 يارد. أوكيكي أوفولابي يحصل على الخطأ وبالتالي هنا ضربة حرة مباشرة. لاحظ علي خالد وأسقط أوفولابي والأمور فيها أوكيكي هنا حصل على مخالفة. هذه هي اللقطة. أمامكم أمجد رحيم يطلب 5 في الجدار البشري وهنا ألكسندر يولي للتغطية. ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. الآن لصالح لاعبي فريق نفط ميسان. يحاولون تأخير التنفيذ لاعبي ديالا أو عفوا لاعبي فريق الكهرباء. ديالا هو خسر مباراته أمام النجف. خامسة والربع ستشهد مباراة أربيل ونفط البصر. تبقت مباراة واحدة على ختام الجولة. الكل يفكر في الجولة القادمة من الفرق التي لعبت ومن يملك تأجيل. بينما هل يتمكن من كرة ثابتة أوكيكي أو ألكسندر يولي من التسجيل في مرمى الحارس أمجد رحيم؟ من يتمكن من وضعها في شباك أمجد الآن وكان يشعر بأنها في المرمى. هل تأتي وتسجل الآن؟ أوكيكي إلى الخارج. لا شعور ولا شيء آخر. الكرة ذهبت إلى الخارج من أوفولابي وبالتالي علي عبد الجبار إلى الآن حيران يفكر في حل وجماهير ميسان أيضا تفكر كيف سيكون الأمر. لاحظ هذه كرة ذهبت إلى الخارج لا فيها خطورة ولا فيها حديث وبعيد عن المرمى. من الذي عساه أن يحرك الشباك في ظل هذا الجمود في ظل هذا الغموض؟ رمية جانبية عند مهند حبيب. يلا يا مهند، عسى ولعل واحدا من الموجودين في أرضية الملعب يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة إلى الأمام. العودة جعفر مع عباس، حوار وكرة تلعب الآن واصلة في وسط الملعب. مرتضى هدير قطع الكرة. أموري فيصل. أموري يحاول ويلعب الكرة مع منتظر عادل. أموري ومنتظر أو هذا مهيمن أخذ كرة في انتظارها. محمد سلام يتابع والكرة ذهبت إلى الخارج أساسا. لم يتمكن هذا اللاعب محمد سلام من اللحاق بها. بينما هذه كرة أموري فيصل يلعبها إلى منتظر لكنها طويلة قوية كانت من جانب اللاعب أموري فيصل. ولولا القوة التي كانت تتمتع فيها الكرة الأخيرة لكان الحديث مغاير. ناحية التعادلات لو حصل هذا 5 تعادل على أمل أن يتغير الحال. 23 سنة عمر الكهرباء مقابل 21 سنة عمر نادي نفط ميسان ولا ألقاب في الخزائن. الكهرباء كان الحضور الأبرز في بطولة الكأس وخسارة النهائيين 2019 أمام الزوراء و2022 كان أمام
فريق الكرخ. هنا بطاقة صفراء على محمد سعيد. بطاقة صفراء هي نصيب محمد سعيد من التدخل الأخير. كان لا يريد أن يترك اللاعب يذهب. هنا التدخل. محاولة فيها ضربة حرة مباشرة. لصالح فريق الكهرباء. ياخذ كرة أموري. تناقل الكرات والمحاولة التي تلعب الآن. فرصة منتظر إلى من؟ إلى تومي. هنا كرة وفرصة الآن. محاولة لهدف. الله! سجل البرتقالي. ظهر البرتقالي والآن المدافع سجاد خليل يظهر ويسجل ويضع الكرة في الشباك. سجاد وصل، سجاد حضر، ضاعت على كريستيان دومتي، وبالتالي وصل سجاد ليصحح الكرة وليضعها في شباك الحارس، ليضعها في شباك حسن نجم. لاحظ هنا التمريرة الرائعة على طبق من ذهب، سددت من كريستيان، عادت مرة أخرى إلى سجاد الذي وضعها في الشباك ويسجل كرة على يمين حسن الذي اتجه إلى اليسار ويخادع حسن نجم. هذه الكرة الجميلة التي دخلت المرمى. لاحظ هنا المرور والتسديد المباشر في مرمى الحارس حسن مع فرحة ولي كريم على الهدف. هكذا هي الفرحة وهكذا هو التعبير عن الفرحة ما بين المدرب والحارس الاحتياطي، الحارس الذي كان في اللقطة الماضية. سجاد خليل يسجل ويدون اسمه في قائمة الهدافين لمواجهات الفريقين. بات على علي عبد الجبار أن يتدخل، والآن يستدعي علي كوتي. الآن يستدعي علي كوتي ليشترك في المباراة. هذا ما يحصل وهذا ما يجري الآن. هنا الكرة التي تلعب إذن من دخول وتمريرة من منتظر عادل تغيرت النتيجة. منتظر مرة واللاعب سجاد خليل يسجل. مرتضى هديب، منتظر عادل هما من سجل أهداف الكهرباء مع هدف عكس. والآن تتحرك الشباك. الآن جعفر ناصر بدأ أيضا يتحرك والمحاولات تصل الآن لصالح من؟ لصالح لاعبي فريق نفط ميساء في تدخل ومحاولة تغطية خضر علي. تأتي مع تدخل محمد سعيد والكرة تسدد. لا زالت في أرضية الملعب كريستيان دومتي، عليه رمية جانبي. رقابة حاضرة على دومتي. هنا ضربة حرة مباشرة لجعفر ناصر. يلعب كرة عالية ساقطة في منطقة الجزاء. كادت أن تأتي بنيران صديقة. لا زالت الخطورة. ماثيو عثمان كان في اللقطة الأخيرة وعثمان سدد كرة ذهبت إلى الخارج. مطالبات بلمسة يد على عثمان ولكن الكرة ذهبت إلى الخارج. هدي يا أمجد رحيم، الأمور مرت. لاحظ هنا هل في لمسة يد أساسا؟ هذه كرة على العارضة من رأس علي خالد. العارضة وقفت وتعاطفت مع الكهرباء. لاحظ كاد أن يفعلها علي خالد وجعفر ناصر. كرة عرضية مثالية سقطت ما بين المدافعين وبالتالي كان علي في الإبعاد، إلا أنه في النهاية لم يتمكن من الإبعاد. بينما هنا المطالبات بلمسة يد. علي لطيف يغادر الآن. ومن البديل؟ حسين علي، لاعب عنده 22 سنة. حسين علي من أبناء النادي. بينما منتظر بدأ يتلألأ، بدأ وليفرض تدخل ومحاولة فيها الخطأ يأتي لمنتظر عادل في اللقطة الماضية. هذا منتظر ويحصل على المحاولة. مباراة بطيئة الرتم
يعني حتى جعلت اللاعبين يخرجون في أكثر من مرة. مصطفى هادي ظهير أيمن يشترك بديلا لمحمد سعيد. هنا التدخل من جانب سواليو كواتارا. حسين فلاح الحكم المساعد الدولي من البصرة رفع الراية. بدأ الفريق البرتقالي يأخذ ثقة، بعد ذلك أتى هدف، والآن يريد أن يأخذ استقرار في أرضية الملعب على هدف، أن لا يعطي هدف. هذا سجاد خليل صاحب الهدف، صاحب لمسة الهدف، وقدم قد تأتيك ب3 نقاط تجعلك تشارك القوة الجوية في المركز الثاني. إذن ربما تكون أول خسارة لنفط ميسان. أقول ربما لأن لا شيء قد انتهى. أموري على التنفيذ، لاعب ممتاز في هذه الكرات، يلعب كرة ويهيئ كرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. هنا القراءة فكر 3 تغييرات، عثمان مع محمد سعيد ولا مصطفى هادي وداودا وعلي كوتي، ثلاثي يشترك. أموري فيصل، كرة عالية، متابعة، بدأت الخطورة، ربما يتلقون هدف ثاني، ربما الثاني، وأقول ربما لأنه أقرب أن يكون الآن قادما في هذه اللحظات. هنا أموري فيصل يحاول في كرة، خضر علي مع أموري يحاولون، بدأ الكهرباء. أين كان هذا الفريق طوال المباراة؟ يعني تغييرات بسيطة أجراها المدرب، تعديلات ربما أعطت الاستقرار. هنا خروج روان تيليس وخروج أمير حسن، دفع بخضر علي وكريستيان دومتي. بينما هنا خرج علي لطيف، محمد سعيد، وخروج أكرم رحيم وعثمان سنة. بدأ بمصطفى هادي، اياد يتحدث مع علي عبد الجبار ويعطيه بطاقة. اهدى يا علي. يعني مباراة كان ممكن أن يأخذ فيها صدارة. هنا تومتي في اللقطة الماضية، تدخل على مصطفى هادي، وارتقاء في اللقطة الماضية، وصلت الكرة إلى أحضان أمجد رحيم. هنا كرة إلى الخارج، اشتراك لديمي داودا اللاعب السابق للكهرباء. لاعبين من الكهرباء لا نفط ميسان، داودا ومحمد سلام، ولاعب من نفط ميسان الا وهو الحارس امجد رحيم. محاولة إلى الأمام تنقل وتصل إلى خارج أرضية الملعب. إذن كرة تنقل من الجهة اليمنى، تلعب لصالح لاعبي نفط ميسان، واصلة، تقدم أوفولابي على كوتي، ضيع البديل، والله رايحة للمرمى يا علي، لكن سوء الطالع مع غضب المدرب علي عبد الجبار. هذا علي كوتي الذي ضيع الكرة. وهنا المحاولة، أوفولابي بالأولى وعلي بالثانية، وكان من المفترض أن يضعها. هذه لا تحتاج إلى قوة، يعني هذه توضع بسهولة في المرمى.
مع ذلك. هنا فيكتور سيلفا وصل ناصر خارج رمية جانبية. عالية إلى ليسان، بات قريب وهو قريب. علي كوتي ينقل كرة. أكرم رحيم أو أمجد رحيم، لا والله هذا أمجد رحيم، أكرم رحيم غادر وديمي داودا. هنا الكرة التي سددها وتصدى لها ببراعة الحارس، فكر بطريقة رائعة وسدد ديمي داودا، بينما هنا الضغط يستمر على مرمى الكهرباء، وهنا المطالبات تستمر. لمسة اليد والحكم يسير المباراة أخرى. يتأكد هنا لا شيء، الحكم الاستمرار بعد أن أتى التأكيد من غرفة الفار، بينما موري فيصل يلعب كرة. هذه إعادة للمسة اليد. هنا قرار أتى بالمباشر بأن استمرار اللعب هو الأولى. مباريات الجولة القادمة على رأسها الديربي ما بين زوراء وش الطلبة، بين النوارس والأنيق. هذه تسديدة واصطدت بكريستيان دومتي، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. عالية أمامية تلعب، وكرة وصلت الآن إلى خضر علي، يلعب الكرة. أربعاء 6 من نوفمبر هو موعد انطلاق الجولة لمباراة نوروز مع القرمة. إذا القاسم يضيف النفط، كرخ وكربلاء والزوراء والطلب، قمة الجولة. تلعب الكرة على الجانب، محاولة فيها كرة وفيها نقل الكرة بالاتجاه المعاكس. جعفر ناصر، جعفر يحاول يتقدم، جعفر يصل، ينتظر زميل، وإلى خارج أرضية الملعب. هذه إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لصالح الحارس أمجد رحيم. لاحظ هنا مخرج يذكر بالهدف، وتسديده كانت ذكية. الكل توقع بأنه سيسدد في الزاوية البعيدة، لكنه يسدد في القريبة، وهذا ما سهل مهمة الهدف. لقطة للهدف والشكر من أمجد رحيم. وينما استلام، هذا علي، والكرة ضاعت وعادت مرة أخرى. استلام وكرة، علي يحاول فيها جعفر، جعفر يلعب الكرة عالية، وصلت. أين علي كوتي؟ تبحث عن أقدام علي كوتي وإلى الخارج. ديمي داودا ماذا يقول؟ ماذا يريد؟ في اللقطة الماضية يوم الخميس 7 من نوفمبر، التدخلات التي كانت في الخميس، نتحدث عن مواجهة الجولة السابعة، الحدود والنجف، ديالا والميناء، نفط البصرة والكهرباء وزاخة وأربيل. هذه هي الحصيلة. كرة تلعب
إلى الأمام مع مخالفة ضربة حرة مباشرة. كرة عالية واصلة في هذه اللحظات، وتسديدة تيماثيو إلى أمجد رحيم. هنا تسديدة وإعادة اللقطة للتسديدة من أكثر من زاوية. التوقف الدولي نفط ميسان سيكون في راحة طويلة، لأن مباراة مؤجلة أمام القوى الجوية. تجي مباراة الشرطة وتكون التدخل وخطأ لمنتظر على البديل. مصطفى هادي قادم من الصناعات، وهي أيمن عمره 23 سنة. جعفر يغادر والبديل هو حسين علي. بلاعب شاب عسى ولعل أن يغير شيء. يريد الخسارة الأولى على عسى ولعل أن يأتي هدف التعادل، لذلك يرمي بكل أوراقه. بينما هنا استعراض ومرور، وهنا أمور فيصل يحاول. هل وقع في الأوفسايد؟ هل وقع في المحظور؟ نعم وقع في المحظور. وبينما التغيير أتى، سنشاهد تغيير آخر من جانب فريق الكهرباء. أوكيكي أوفولابي مرة أوفولابي، ويا أوكيكي أوفولابي أمامك اللاعبين وبإمكانك أن تمرر. لماذا هذا الخيار؟ لاحظ هنا أموري فيصل مر، والمحاولة الأولى لمسة أخرى مع دومتي وذهبت الكرة وفي النهاية ضاعت. فيكتور يغادر. أسامة يشترك الآن. أسامة أحمد كرة تلعب إلى الخارج. واصل إلى رمية جانبية لنفط ميسان. تلعب مرة أخرى أوفولابي. تمريرة في هذه اللحظات في الانتظار، عملية المرور الآن، الفرصة لهدف ربما هي يا داوود، ركلة جزاء تأتي الآن، والمحاولة من خلالها داوود تمكن من الحصول على ركلة جزاء. فرصة العودة لفريق نفط ميسان. خطأ كبير كان في التدخل من جانب عباس على قدم داوود، وديمي داوود يحصل على ركلة الجزاء بالبدلاء. الآن ينتفض نفط ميسان ويقرر العودة. ركلة الجزاء هل تسجل؟ عباس عادل يأخذ إنذار، وهنا يعلم جيدا بأنه أخطأ في التدخل. هذه ثقافة لاعب، وهذه كرة تلعب إلى داوود بالمباشر. الكرة رايحة، مرت يا عباس وعباس هنا تدخل على داوود، وكانت ركلة الجزاء حاضرة، ركلة الجزاء موجودة والكل يتفاءل. لاحظ هنا تفاعل لاعبي نفط ميسان مع ركلة الجزاء. الآن إن كان هنالك قرار وترقب فهو على أمجد رحيم. أوكيكي أوفولابي على التنفيذ. ما علي يا عباس، قدمت مباراة كبيرة، لا تهتم لذلك، أنت نجم واعد والأمور تحدث، والآن لديك حارس مرمى بإمكانه أن يتصدى، لكن من على الكرة؟ على الكرة أوكيكي أوفولابي.
هذا النيجيري الذي يسجل الأهداف ويستغل أنصاف الفرص، والدعوات تأتي من ميسان إلى الكوت على أن يسجل أوكيكي أوفولابي، على أن يضع نفط ميسان في خانة التعادل، وربما هي لحظة التعادل الآن. قل ربما لأن التأكيد سيأتيكم بعد التنفيذ، وبالإمكان أن يسجل أوفولابي مع بطاقة صفراء لأمجد رحيم. نعم، أياد مزاحم يعطي انذار، كرة ثابتة الآن، هل يسجل من خلالها أوفولابي ركلة الجزاء؟ نيجيري يتقدم في هذه اللحظات، أوكيكي أوفولابي على التنفيذ من أجل تسجيل هدف. المحاولة الآن، أوكيكي يتقدم، أوفولابي هل يسجل؟ أمجد يترقب والكرة، الله 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 الله، ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ هذا كله سواء طالع، والكرة في الخارج يا عزيزي، والكرة في الخارج يا علي يا علي يا علي، ذهبت إلى الخارج ولا شيء قد حصل سوى أنها ضاعت. هذه الكرة ماذا فعل أوكيكي أوفولابي؟ بينما هنا دومتي يشير بأن الكرة ستكون على اليمين، لكن اختار اليسار، ضاعت، هي جزء من اللعبة، لا شيء ينتهي مع ضياع هذه الكرة في أي لحظة. ربما تشاهد نفط ميسان يسجل الآن، 5 دقائق وقت مضاف، وكأن الوعيد قد حان اليوم بأن الفريق سيخسر. بينما هنا محاولة تلعب، أمجد رحيم يغادر مرماه، والكرة التي تلعب استلام، محاولة تصل إلى الخارج، منتظر عادل، والفرصة الآن لصالح لاعبي فريق الكهرباء مع مخالفة لحسين علي اللاعب البديل. ولي عنده شوية حظ في مباراة اليوم، نعم قليل من الحظ كان مع ولي كريم، لأن ركلة الجزاء ضاعت، وكان من الممكن أن نشاهد التعادل، بينما هي كرة التعادل ربما تذهب إلى الخارج. دومتي يحاول ولكن سبق الخروج، وصول دومتي. خضر علي وافد من الزوراء الآن موجود في المنطقة التي يقف في حارس المرمى في البوكس من أجل حماية المرمى. ديمي داودا يلعب كرة عالية، أمجد يتوقع وتصل إلى أمجد رحيم. نعم، داودا كرة إلى أمجد رحيم. في هذا التفوق الكهرباء سيكون ثالثا بعد القوة الجوية. نعم، حديث عن جدول الترتيب، قوة الجوية وصيفا للشرطة المتصدر، شرطة 14، قوة جوية 12، والكهرباء الآن في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، لكن فارق الأهداف سيكون لصالح القوة الجوية لأن الفريقين تعادلوا في المباراة المباشرة. هنا كرة، تصدي بامتياز من أمجد رحيم، والكرة إلى الخارج. كل المحاولات الآن تصب في صالح فريق نفط ميسان، لكن أمجد هو السبب حتى اللحظة، أمجد هو السبب. الهدف هذا عادل فيه الكهرباء، هدف القوة الجوية بفارق وليس برقم، لأن القوة الجوية عنده 7 أهداف وداخل مرماه 4. بينما كرة أموري يحاول، قطعت من أموري، خسرها أموري، وهنا الكرة التي تلعب مباشرة، كوتي وضاعت يا علي يا كوتي، حتى هذه ضاعت، وفريق نفط ميسان يستمر بالتفريط. بماذا؟ تفريط بالفرص وبالانتصارات وبالتعادل. حتى هذه كرة من ديمي داودا، استلم هنا محمد سلام وضيع هذه الكرة. أمجد يتصدى
والكل يتابع ويترقب. كهرباء كرة تسدد إلى الخارج، رمية جانبية، سندخل الدقيقة الأخيرة. إذن الكهرباء سيفكر في مباراة القادمة أمام النفط البصرة هنالك في الفيحاء، بينما ديمي من أجل المحاولة الأخيرة. داوودة يلعب كرة والتدخل حاضر، قراءة مدافعي فريق الكهرباء جيدة جدا، بينما ماثيو يسدد والتدخل والكرة إلى ركنية. الكرة إلى ركنية. لحظات صعبة على الفريقين الآن، بينما المحاولة تحضر في هذه اللحظات من الركنية. آخر أمل قبل العودة إلى ميسان وقبل نهاية المباريات في هذا الملعب. لا الحكم قال ضربة مرمى وأمجد يأخذ وقته، وهنا يبدو أن كل شيء انتهى في انتظار الصافرة. كل شيء قد حسم، وكرة تلعب إلى الأمام عالية لصالح لاعبي فريق نفط ميسان. هذا البديل حسين علي يقف على كرة، حسين يفكر بمن، الكرة واصلة إلى ديمي داوودة وإبعاد كرة إلى الخارج. هنا ركنية من خلال تدخل عباس عادل في اللقطة الماضية. لحظات أخيرة يا داوودة، واحدة هكذا يقولون، وأمجد يخرج من مرماه ليبعد، ومخالفة معها تأتي صافرة. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه المباراة بفوز الكهرباء على نفط ميسان صاحب الأرض في هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء، مع فرحة لاعبي الكهرباء. مبروك لي ولكريم وأبناء هارد لك للسيد علي عبد الجبار ولاعبي نفط ميسان. مباراة انتهت ولم تنتهي معها مباريات دورينا في هذا الموسم. حتى نلتقي في أوقات أخرى، أترككم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.